مغني وممثل وكاتب عنده ملايين المتابعين. يكوني لحن في نزيد طرب علي يرى كتابي. كود الحياة بتاع اسماعيل. فيني الطفل بيسأل كتير. التجربة بتاعت الانتحار. بس 90% أو 99.9% من اللي بيفكروا بالانتحار هم أشخاص عاطفيين جدا. وانت يلي من جواتي بتشوفيني وانا معاكي ما راح يفرق الوالمين عن همي. معظم الناس على السوشيال ميديا بتبقى فعلا مش حقيقية. هي هيك تركيبة الحياة صارت. السعادة بالنسبة لك ايه دلوقتي؟ فأنا مشان ما حدا عم يشوف الحلقة يقول شو الإنسان المثالي. آه. فدائما مش بس المرأة مطلوب منها تفهم الرجل. أنا بقول هي علاقة مشتركة. خلاص انتوا كده عرفتوا الروشتة بتاعت اسماعيل تمر علشان اي حد عايز يحتفظ بالعلاقة بتاعته. بس خليكي جنبي هون. يعني السر مصر بشعب. انتوا لساتكم عندكم الطيبة. يعني انتوا واحد بجنيه بيعيش وبمليون بيعيش. عامله لك مفاجأة.